شي قصص وشي جرائم كنجي نحكيهم أقسم بالله لا كنحشم، اش غادي نقول وكيفاش نقول وكيفاش توصّل داك الشي بطريقة مهذبة، ما تعرفش. ما عليناش، قصتنا اليوم غادي تكون غريبة، ما عمرنا سمعنا بحالها، وقليل فين كنسمعو بحالها، نظن غادي نوليو نسمعو بحالها، حيتاش هاد الدنيا راه يبان لي الإنسان كيما كيخترع الأجهزة راه كيخترع حتى في الجرائم. اشتراكاتكم حيتاش راكم تنساوهم، لايكاتكم حيتاش كتنساوهم، وسماعاتكم وأجيو نسمعو قصة اليوم. هي ما خصناش نسميوها قصة، قلنا نسميوها جريمة اليوم. في سنة 2012 في شهر 5 في نواحي الدار البيضاء في واحد الدوار، الدرك الملكي تلقى واحد الخبار من المقدم، قال ليهم بلي الدراري تلقاو واحد الجثة في داك الواد اللي دايز من تما. جاو وصلوا حتى لقاو الناس ديك الجهة كلهم مجوقين، حيتاش موالفين شي كل نهار يصبحوا على جريمة وعلى جثة. لقاوهم كيستناو تمايا هما والمقدم. الجثة اللي لقاوها كانت كلها مغلفة بالميكا كحلة ودايرين عليها السكوتش، لوينها بالسكوتش، وفي الوسط ديالها لوين واحد الحبل. هما اش غادي يديروا؟ هما حلوا مجية الراس غير بشويه، يمكن يعرفوا ديك الهويه تاع داك بنادم اللي كاين لداخل. خافوا يحلوا السكوتش كامل، تكون الجثه متحله، ما يربحوا والو، خاص الطب الشرعي هو اللي يدير ديك الخدمه. عرفوا انها عامره. تاني حاجه لاحظوها، كما قلت لكم كان عندها الحبل ملول في النص، يعني اللي قتلها رماها وتقلها بشي حاجه باش ما تطلعش الفوق. سولوا داك الوليدات اللي لقاوها حيتاش البحث هذا، قالوا ليهم اودي حنا كنا كنعوموا وهي تبان لينا واحد الميكا كحله كبيره جايه لعندنا في الاول. قالوا لهم حسبناها غير شي واحد لاحشي وسخ حاشاكم. قالوا ملي قربت لينا شفنا الميكا كبيره، وحنايا نشكوا من الحجم ديالها، شكينا ان هذاك بنادم. قربنا ليها كنعوموا، ملي قربنا ليها كنشموا ديك الريحه خايبه، حنا نجروها، جريناها وخرجناها وعيطنا للمقدم هو يشوف شنو كاين. هما عارفين شكون اتصل بهم، علاش غادي يديروا؟ غادي يهزوا الجثه ويصيفطوها لمستودع الاموات باش الطب الشرعي هو هنايا اللي غادي يعطي التقرير ديالو، بطبيعه الحال من بعد التشريح. الدرك هنا كان خاص يعرف شكون الضحيه باش يقدر يقلب على شكون اللي قتلها. وحنا ولينا نعرفوا ان البصمات ما كيتحلوش في الساع كما باقي الجسم، كيبقاو محافظين على نفسهم مده طويله. خداو لي هذوك البصمات وهما يعرفوا شكون هي. الضحيه كانت سميتها حوريه، وكان في عمرها 33 عام، كانت من واحد الدوار مجاور فين لقاوها. مشاو لعند العائله ديالها، تبعوا داك لادريس اللي عندهم في لاكارت. ملي مشاو وراهم المقدم الدار، لقاو الدار حالتها رايبه طايبه قديمه، ما نعرف كي دايره واقفه الله اعلم. ولقاو باها واحد الشيباني مكمل مسكين في صحته. هما ضروري ياخذوا من الاب ديالها المعلومات، سولوه قالوا له بنتك فين راها؟ قالوا بنتي مشات لكازا، هذه 3 سنين كتخدم تما. فاش كتخدم بنتك؟ قالهم في الميناج. واش تعرفها فين ساكنه؟ قال لهم الحي نعرفو ولكن الدار ولا دريسه راه ما نعرفهاش، بنتي ساكنه غير مع صحاباتها، داكشي علاش ما كنقدرش انا وامها نمشيو نزوروها. قالوا لي يلاه معانا. وهنا تخلع باش لي جوندارم يقولوا لك يلاه معانا راه فيه مصيبه كحله. اوه معاهم بلاتي قالوا له دير حنا تلقينا واحد الجثه ورحنا شاكين في اللي بنتك خاصك ضروري تشوفها باش تاكد لنا واش هي ولا ماشي هي. وبقاو زايدين كيسولوه، قالوا لي فوقاش جات؟ قال لهم وديتي 4 شهور اخر مره زارتنا فيها، ولكن كل مره راه كتسول علينا بالتليفون وراه تقولنا بلي ما قادراش تجي حيت الخدمه عندها بزاف، واللي وفرت وزادت خدماته راه ربح ليها ولينا. قال لهم من قوه داك الميناج عندها ما كيساليش، راه حتى الفلوس ما كانتش تقدر تجيبهم لنا، راه كانت كتصيفطهم لنا غير مع واحد بنت دوارنا صاحبتها قديمه سميتها لبنى. البحث ديال البوليس ديال لي جوندارم دائما كيركز على دوك التفاصيل، يقدر الانسان يزلق بالهضره بلا ما يعبى او لا ما يعرفش المدى تاع داك الكلام ديالو. هما هنايا الاب قال ليهم البنت هذه 4 شهور ما جاتش، وهما لقاوها غير حدا الدوار. كيفاش؟ بحثوا مع العائله ديالها وبحثوا حتى مع العائله ديال راجلها، ولكن ما لقاو حتى مشكل بينها وبينهم. هنا شكون غادي يسولوا صاحبتها لبنى اللي كل مره كتجيب الفلوس، هذه اللي كتشوفها. سولوها حتى هي استدعاوها، قالت لهم انا وهي كبرنا مع بعضياتنا، كنا صحاب في الصغر، ولكن ملي كبرنا
ما بقيناش قرب من بعضياتنا كما كنا في الصغر، كل وحده شافت حياتها. هما هنا سولوها واش تعرفي عندها شي مشكل، واش تعرفي عندها شي صداع مع شي حد، قولي لنا لا عندك شي اخبار علمينا يعني. قالت لهم انا ما عنديش اخبار، ما كنعرف عليها والو، انا حتى خدمتها راه ما كنتش نعرف فين كاينه. جندر منها استغربوا كيفاش صاحبتها وكيفاش كتشد عليها الفلوس كل مره وتجيبهم للعائله وما تعرف عليها والو. واش كتدوخي علينا؟ حاولوا هكذا يضغطوا عليها، ساعة والو. البنت متمسكه بالاقوال ديالها، حدو قدو انا ما عارفه والو، انا ما عندي الخبر على والو. من داك الاستجواب مع لبنى عرفوا معلومه جديده، عطاتهم الادريسه ديالها، قالت لهم انا كنت كنمشي عند هاد الادريسه باش نجيب ليها الفلوس. الجندر ملي خداو العنوان لقاوه في الدائره تاع الشرطه، خصهم ينسقوا مع الشرطه باش يمشيو يشوفوا. داروا اجراءاتهم ومشاو، وهنا تصدموا وصدمه كبيره. لي جوندارم لقاو راسهم فواحد المجمع كبير وباينه غالي وما كيكريوش فيه، هذا باينه كيتملكوا فيه. اش جابها؟ وما شافوا دار والديها كي دايره. من جابها هاد الفلوس هادي باش تكون عندها هاد الدار هنايا؟ مع من ساكنه هاد البنت؟ المعلومات اللي عندنا عليها انها خدامه في الميناج وغير كتقاتل مع الوقت باش تعاون عائلتها. كاين شي خلل هنايا. دقوا مزيان في داك الدار، ما حل عليهم حد، هما عندهم الامر تاع النيابه العامه. دخلوا لداخل للدار، عندهم طرقهم باش كيدخلوا للدار، يديروا البحث ديالهم ويقلبوا الدار قنت بقنت باش يعرفوا واش مسرح الجريمه، واش فيها ادله واش ما فيهاش. لقاو عندها تما الفلوس، لقاو عندها الذهب، لقاو عندها تليفون اخر موديل، لقاو لاكارت كيشي والبارتمون نقيه. مستحيل تكون هذه مسرح الجريمه. خداو الادله ديالهم بحال التليفون بحال البطاقه البنكيه باش يزيدوا يعرفوا من المختبر التقني ومن الخبره اللي غادي دار عليهم، ما ربما يلقاو شي دليل جديد. القضيه كانت غامضه، ما لقاو فيها حتى حاجه، منين ما دوروها ما فهموا والو. وكما ولينا نعرفوا كاملين، البحث دائما غادي يكون مع داك المحيط ديال ديك البارتما. في الاولى بدا مع العائله ومع عائله الراجل مع الصحبه، دابا غادي ينتقل لديك البارتمون وداك السكن ويسولوا الجيران كما حكينا من قبل في قصص سابقه. بداو بداك الكونسيرج، قال لهم ودي هاد السيده راها ماشي بزاف باش شرات البارتمون، راه يلا واحد 5 شهور هادي. وقال لهم نهار اللي سكنات في داك الشهور الاولى راه كان كيجي معاه واحد السيد، نظن هو خليجي حيت كيهضر بالخليجي ما كيهضرش باللهجه تاعتنا، ولكن هادي 4 شهور راه ما جا ما بان، ما عرفناه لا راجلها ولا غير كتعرفو ولا من العائله، الله اعلم. قالوا حنا شفنا ديك الفتره الاولى ومن بعد غبر. لي جوندارم هنا كانوا يقلبوا يحلوا القضيه، صح الامور غير زايده في الغموض. شكون هذا الراجل عاود؟ ياك ما عاشقه، مراه مجوجه. المعلومات اللي جمعوها كانت كتبين ان ما عندهاش باش تشري بحال هاد الشقه. منين جاوها؟ الاحداث كلها كانت معقده، حتى شي ما مفهوم. تصدموا من عرفوا عند هذيك البارتما. راه تاع الفريح هادي، راه ماشي اي واحد يقد عليها. زيدوا تصدموا من عرفوا المبلغ اللي في الحساب تاع البنك، كاين الفلوس عندها. واللي كملها هو تقرير الطب الشرعي، قال لي ما ودي الضحيه راه تعرضت للتعذيب قبل ما تموت، راه كان فيها كسور، كان فيها حروق كتيره، وان الوفاه ديالها جات من بعد داكشي، وجات بالخنق. اللي قتلها جيفها، يعني القاتل كان حاقد عليها وحاقد عليها بزاف باش دار فيها ديك الحاله. اما الخبره ديال التليفون فبينت انها كانت كتواصل بشكل كبير مع واحد الرقم سعودي، ملي اتصلوا به لقاو خارج التغطيه. زعما يكون هاد السعودي قتلها ورجع لبلادو وطفى تليفونه، الله اعلم. الامور غير ما زايده وكتعقد. كونسيرج كان عنده الحق، يعني السيده كانت متواصله مع واحد الرجل خليجي وكان كيجي عندها. فين مشى هاد الراجل؟ ومادام هاد السيده مزوجه وكتعرف راجل اخر، اذا هنا خيانه زوجيه ومقتوله من واحد حاقد عليها، اذا انتقام. مزوجه اش بينها وبين شي خليجي يجي عندها حتى للدار؟ ياك ماشي واحد من العائله ديال راجلها ساق الخبار وصفها ليها؟ هنا رجعوا عاود لعند العائله تاع الراجل يسولوهم لقاو ما في راسهم والو. قضيه معقده ما فهموا منها والو. شكون غادي يبقى لهم دابا؟ بقى لهم ديك لبنى اللي كتجيب عليها الفلوس،
هذيك قالت ما كتعرف عليها والو، ما يمكنش. عاودوا استدعاوها، عاودوا معاها البحث، قالوا لها نجيوكم التالي، هذيك صاحبتي وما نعرف عليها والو وحقه، راه ما بقاتش العلاقه ديالنا قويه. قالوا لها حيديها من البال ديالك، ما غادي تفيدك بوالو، حنا في الاول وفي الاخر غادي نعرفوا واش كاين، وديك الساعه غنوجهوا لك التستر على الجريمه او لا كاع المشاركه فيها، غادي تحبسي كيف اللي دار هذا الشيء. فمن الاحسن لك تختاري التي هي احسن وتجينا من التالي وتعطينا المعلومات اللي كتعرفيهم. هي سمعاتهم هكذاك وهي فشلوا لها الركابي، قالت لهم انا غادي نعترف بكل شيء، انا ما عندي حتى يد في هذه القضيه. حوريه راه كانت كتعرف داك الخليجي وكانت مزوجه به زواج الفاتحه. الله اكبر، السيده مزوجه زواج الفاتحه كي مأكده. قالت لهم وهو اللي شرى لها البارطما، وهو اللي كان كيعطيها الفلوس اللي دارتهم في الحساب. قالت لهم انا كان كيضرني خاطري، انا كنت كنشوف سعيد راجلها مشى حرق وغايب على بلادو ومغرب غير على ودها هي باش يحسن لها الوضعيه، وهي جالسه كتغدر فيه. وملي هضرت معاها في هذا الموضوع صرا بيناتنا سوء تفاهم ونقاش كبير. قالت لهم انا نتصل براجلها في اسبانيا، قلت ليه ها مكان مراتك راها هاش كدير من ورا ظهرك. قالت لهم في الاولى ما تيقنيش، ولكن ما بقيت نحكي له. قلت لهم تصنت لي، قال لي انا جاي نتفاهم معاها، انا نعرف كيفاش ناخذ حقي منها الا لقيت هذا الشيء بصح. قالت لهم راه قال لي انت غير سكتي وخاطيك الشغل. قلت لهم انا سكت. قالت لهم ملي دازوا 22 يوم راه رجع اتصل بيا وقال لي يا صاحبتك راني صفيتها ليها، وإلا جبدتي سميتي غنقول لهم بلي انتي عاونتيني. قلت لهم انا خفت، انا عمرني توقعت غادي يقتلها، عمرني نويت غادي يجي من اسبانيا بديك السرعه هذيك ويزيد يقتلها. انا ندمت علاش قلتها له، وخفت نقول لكم شي حاجه، خفت يورطني معاه. هنا عرفوا ان سعيد اللي هما كاع ما فكروش فيه واللي كانوا حاسبينه عايش في اسبانيا راه نزل المغرب وقتل مراته، هو اللي كان عنده السبب باش ينتقم منها ومجوج بيها وهي مجوجة عليه، هي جوج رجال في نفس الوقت. طريقة باش تقتلت راه كانت تاع شي واحد اللي حاقد عليها، هو ما جا عند عائلته ما بان ما والو. اذا كيفاش غادي يجيبوه؟ داروا مذكرات بحث وطنية في المغرب كامل باش فين ما تشد يجيبوه حتى لعندهم. ما طولوش بزاف حتى شدوه في بني نصار. عيطوا عليهم يجيو يديوه. لي جوندارم اللي جابوه واجهوه مع لبنى، هو يعترف ليهم، قال لهم انا ما قدرتش نزيد نصبر حتى نصايب ورقيه، انا يا نزلت دغيا. قال لهم ملي نزلت اتصلت بلبنى قلت لها عطيني العنوان ديال حوريه. قال لهم من شفت البرطمه فين ساكنه والمجمع عرفت باللي القضيه فيها إن. قال لهم لبنى جابت لي حتى رقم السعودي. قال لهم هذاك زاد صدمني اكثر، قال لي راها مزوجه بيا زواج الفاتحه، او هذه مرات اللي انا مزوجه على سنه الله ورسوله مزوجه بك انت، كي درتو لها؟ قال لهم انا فهمت بلي انا مراتي اللي انا تغربت على سبتها وكان قيل نضرب في الكرفي ونجمع باش نصيفط لها وباغي يدير وريقاتي باش نحسن لها الوضعيه، مجوجه عليا راجل اخر. خفت من ربي ما خفت من العبد، مجوجه عليا انا مجوجه بالحلال داير لها الشان ومحسوبه مني وهي غادي تزوج عليا. قال لهم قررت نساليها معاها. قال لهم صونت ليها برقمي الاوروبي وقلت لها ودي باركي لي راني قاديت ورقيه، راه غير شي ايامات وغادي تلقايني معاك. قال لهم وصيتها قلت لها ما تخبري حتى لواحد باش نديروا مفاجاه للعائله. قال لهم كريت طوموبيل ورندفت معاها قلت لها فين نتلاقاو. قال لهم خديتها معايا زعما غادي نمشيو للدوار زعما باش نسلموا على العائله. قال لهم لحد الان هي كانت حاسبتني اللي قلت ورقيه وجيت. قال لهم انا ديتها لواحد الخلا. قال لهم واجهتها. قال لهم بقيت نضغط عليها بالعنف، نضغط باش تعترف. قال لهم هي مع داك التعذيب اللي عذبتها قالت لي باللي تزوجات به هو اللي شرى لها البارطما وعطاها الفلوس. ايوا قال لهم اللي سمعت الاعتراف ديالها قال لهم انا جهلت. قال لهم انا بقيت تبان لي ديك التماره اللي كنت كنضربها عليها بقات تبان لي بلي خدعاتني،
قال لهم غير شديتها من عنقها، قال لهم وقجيتها، قال لهم بداك الحراره وداك الزعاف اللي دارتو لي في قلبي، قال لهم غير شديتها من العنق، قال لهم ما عبيتش حتى طاحت ميته. انا كنتعذب ونخدم ونصيفط لها وهي كتغدر فيا. قال لهم صافي، قال لهم حتى لقيتها النفس تقطع فيها طاحت. قال لهم بقيت نشوف كي ندير لها. قال لهم انا نجيب واحد الميكا. قال لهم لويتها عليها وربطتها مزيان. قال لهم قلت نرميها في الواد، كي ندير قال لهم ربطتها مع خنشه ديال الرمله باش تنزل للقاع حتى تتحلل. سمير هنا بعد هاد الاعترافات صافي الجندار ما عرفوا شكون اللي قتل، كمل الملف ديالو عندهم، خاصو يمشي للمحكمه. تحاكم والقاضي عطاه 30 عام حبس. اما لبنى فعطاوها 4 سنين تهمه التستر على الجريمه. صراحه كان خاصها المشاركه وكان خاصها التحريض، انما هي اللي حرضاتو. السيد كان عايش في اسبانيا، هذيك بلي عرفتيها خائنه ما تزيديش تتعاملي معها، ماشي تبقاي مصاحبه معها حتى سوء التفاهم عاد تمشي تخبري عليها وتبيعي بها. هي محرضه في الجريمه هنايا. هذا رايي الشخصي. اكيد لاحظتوا انني كنحكي لكم غير القصص ديال الجرائم، ولكن ماشي باش نخوفكم، انما باش ناخذوا العبره وباش نتفاداو شلا حويجات من نحداو راسنا. دائما نفكروا لبعيد ونحداو راسنا وما نخليوش الشيطان يضحك علينا ويغرنا. غالبيه الجرائم اللي حكيناهم كيكون اساسهم البليه، وفي بعض الاحيان كيكون اساسهم طمع. عرفتوا بدا شنو هو الطمع؟ كتبوا لي في التعليق شنو معنى الطمع بالتحديد، اللي عارفوا يكتبوا لي. انا بالنسبه لي انك تبغي تربح شي حاجه كتر من المعقول، تبغي تربح شي حاجه بالساهل ما تخسرش فيها لا مجهود ولا وقت ولا فلوس ولا اي حاجه، ولكن تاخذ وتهرف على داك الربح، واخا ما تستحقوش، واخا ماشي من حقك، الا انك باغي تاخذه بسهوله. اش قلنا واش قالوا الناس زمان؟ طمع طاعون، واللي بغاها كاع يخليها كاع. هذا غادي ياخذنا لواحد القصه اليوم غادي نحكيها لكم في النواحي ديال تاونات. في 1997 غادي نمشيو لعند واحد زوج خوت الاعمار ديالهم كتماشي للستينات. هاد الجوج خوت ما قسموش الورث فيما بينهم، ملي ماتوا الوالدين ما قسموش، بقاو هكذاك معاشرين مع بعضياتهم، عايشين في نفس الدار كيخدموا في نفس الارض، ما قسموهاش. لما اختهم توفات من ورا الوفاه ديال والديهم، وبقاو غير هما جوج الورثه وهما كانوا مفاهمين بيناتهم. حتى مات عبد الله، مات الله يرحمه، خلى جوج الوليدات، خلى واحد عنده 18 عام وخلى الصغير 13 عام، وكان زوج معطل وولد الولاد حتى كبر، حتى دخل في الاربعينات من العمر ديالو. من بعد الوفاه ديالو المراه ديالو بغات تبيع دوك البهايم ديالها، بغات تبيع الارض وتتحول هي وولادها. هاي راجلها اللي كانت عايشه معاه مات الله يرحمه. هنا لوسها قال لها علاش غادي تبيعي وتتمرمدي؟ تيراك يا اختي، ولادك ولادي، خليهم يكبروا قدام عينيا، بقاي هنايا، عندك ارضك، عندك بهايمك، عندك رزقك، انا احسن لك. فاطمه اللي هي كانت مرت عبد الله الله يرحمه قالت عنده الحق، نجلس هنا احسن لي. جلست تما عايشه طبيعي مع ولادها، دير شغالها، تقابل داك الحيوانات اللي عندها، تقضي امورها حتى 1998 بقاو على داك الوضع واحد العام، عام ونص هكذاك. كان ديك الوقيته الصيف وكان الموسم ديال الحصاد. ولدها الكبير كان خارج من القرايه، كان مريض محبس، والصغير لا، مولا 13 عام كان مازال باقي يقرا. الدراسه كانت تقريبا قربت تكمل، لان ما كان بدا يدخل الصيف وكما قلنا كان موسم الحصاد. كان راجع من مدرسته للدار هذيك 12 ونص تاع النهار الوحده، ويلقى الباب مفتوح. هما كانوا عايشين مع عمهم في نفس الدار، ولكن ملي مات عبد الله يرحمه بعدوا هكذا واحد 20 مات، وبناو واحد جوج بيوت وكوزينه، واحد 50 ولا 60 مات على قد الحال، باش يتاخد راحتها مع ولادها وتخلي لوسها فرحته مع ولادو في هذيك الدار ديال الوالدين. دافي ملي جا لقى الباب محلول، امي ما مولفاش تخلي الباب هكذا محلول،
عيط عليها ما لقاهاش. مشى لدار عمو حداهم، سولهم، قال لهم واش ما شفتوش واش ما راهاش هنا؟ قالوا له لا ما راهاش هنايا. الدري رجع لدارهم وبقى يستنى فيها حتى جا خوه، قالوا راني جيت وما لقيتش امي. قالوا الاخر ما يمكنش، انا خليتها غادي توجد الغدا. ولدها الكبير خرج من الباب ودار مع الدار، لان ما هي كانت مربعه وعندها 4 ديال الفصادات، كانت البلاد بلادهم فين ما جبهم يبنيو حتى واحد ما كيتسال معاهم. مشى مع ديك الجهه فين كانوا دايرين واحد الباب كيدخلهم عند هذوك البهايم حاشاكم، كانوا باش يعلفوهم وباش يتهلاو فيهم. مشى من تما يشوفها ما ربما راها تما ملهيه في شي حاجه، ولكن الباب كان مقفول والبهايم هما عاد باقيين لداخل. فقد هكذا الباب هو يبانو له شي قطرات نتاع الدم تمايا. عيط على خوه قال له فلان جرحتي يدك اليوم ولا تجرحتي ولا؟ قال له لا. قال له انا كاع ما جيتش لهاد الجهه وكاع ما دورتش من هنايا، كون راه هنا كون راها رجعت للدار. قال لي الكبير واحد الدم منين جا؟ قال له مانيش عارفه، انا مشيت لدار عمي سولتهم قالوا لي ما شفناهاش، انا ما مشيتش من ديك الجهه وانا ماشي مجروح. ملي ما لقيتهاش جيت دخلت للدار وبقيت نستنى حتى جيت نتا. رجعوا بجوجهم للدار، دخلوا بقاو يستناو فمهم، لا هنا تبان لا هنا تجي، والو ما جاتش. الحاله غرابت وهي ما جاتش. الكبير حارت له وممتو دايما تخبز عجينها، ودابا خلاتو هكذاك ومشات ما خبزاتوش مشي عويدها. مشى رجع لدار عمو قال لهم ها مكان. بقاو يسولوا في الدوار واش مشات عند شي وحده ولتات في الشيخه ولا لتات في الهضره ونسات راسها. بقاو يسولوا حتى واحد ما شافها. هنا الدوار كله رجع يقلب عليها من بعد ما ولادها سولوا عليها كلشي قال لهم ودي راه ما كايناش. قال لهم خاصكم تعلموا الجندارم كيفاش هادي طارت. ايوا مشاو دوك الولاد مشاو للجندارم وعمهم مدريس، شرحوا لهم الظروف تاع الاختفاء. الدري الكبير قال لهم انا خرجت مع 9، خليت الام ديالي عاجنه الخبز وكتستناه يخمر باش تخبزو، وخليتها غادي تنقي لينا الخضره باش دير لينا الغدا. وراه ملي رجعت راه لقيت كلشي باقي هكذاك. خويا الصغير ملي جا لقى الباب مفتوح، وانا ملي دخلت لقيت كلشي باقي هكذاك. مرمي يسمعوا له الحديث ديالو وراهم يفكروا او السيده كون خرجت تقضي شي غرض من الصباح من 9 تاع الصباح حتى لدابا راه رجعت. قال لهم اللي يشككني راني لقيت قطرات نتاع الدم في الجهه الاخرى تاع الدار. خرجوا معاه، خرجوا شوفوا هذا الدم اللي لقاه الولد، خاصه انهم قالوا لهم ما كايناش السرقه، وهذا الدم منين جا؟ الدار كان سجلوا محضر الفائدة العائلة وخرجوا معاهم هما التشخيص القضائي، خداو عينة من داك الدم باش يعرفوها واش فعلا ديال بنادم ولا ديال حاجة أخرى. العام قال لهم أنا ما كنتش هنا. مرت العام قالت لهم ما ودي أنا وولادي كنا كندورو هنا ولكن احنا ما شفنا والو. الفرقة تاع التشخيص هنايا لقاو ان الاثار تاع داك الدم ما كانتش غير برا كما شافها الدري، راه كاينه حتى لداخل في الحيط، غير ولدها ما ركزش فيهم. جندارم هنا سولوا في السبيطار ما ربما تكون جرحات راسها ومشات لعندهم شدوها، ولكن والو ما لقاوهاش. او فين مشات هادي؟ اثار ديالها ما كاينش. في 1998 ما كانش البورطابل كما دابا فاش غادي يصونيو عليها ولا يسولوها في الراكي ولا يلقاو الخط تقطع، ما كان والو. فاطمه حتى جلابتها راه ما لبساتهاش، حيتاش سولوا قلبوا ما غاديش تخرج بلا جلابه السيده، باش نقولوا مثلا خرجت تقضي شي غرض. البحث بقى خدام مع الناس والدم والنتيجه ديالو بينت انه ديال الانسان. وهنايا خداو العينه من الابن ومن الاخت ديالها، والمختبر اكد انه ديال السيده المختفيه. ايوا هنا الدارك عرفوا انها تقتلات. الشك كان كل مره كيزيد يتاكد شويه، لانما باش ما تبانش حتى لدابا هذه تقتلات، وباش ما لقاو شي جثه ديالها راه تهزات من تما، لان ما هذا شحال من نهار وهي مختفيه.
وفي وسط النهار. الاخت ديالها كيما حكينا مشات عطات العينه ديال الدم. ملي عطات العينه ديال الدم قالت لهم اودي انا راني باغيه نقول لكم واحد المعلومه، ولكن مانيش عارفه واش تفيدكم. انا غادي نقولها لكم، ولكن ما بغيت حتى واحد يعرف انني اللي قلتها. دائما كنقول لكم ان القانون كيوفر واحد الحمايه لذاك الانسان اللي ما بغيش يديكلاري بالاسم ديالو ويخاف على راسو، فكيحميه في الوقيته اللي يمشي يبلغ على شي حاجه اذا هو طلب هذا الشيء سواء من الشرطه ولا من الجندارم. قالت ليهم راه من الوقت اللي توفى فيه عبد الله يرحمه وانا وخوتي كنقولوا لفاطمه ودي خدي حقك. هما راهم اصلا ما كانوش فارقين، راه كانوا حاسبين الارض نتاع بعضياتهم تاعهم بجوج. اودي فرقي عليه، اودي خدي حقك، راه حق راجلك مبينش من حق لوسك، فرقي عليه. لكن هي قالت لينا ودي لوسي راه نهار اللي فيا لوسي كيقول لي اللي خاصتك انا نوقف معاك فيها، راه حتى حاضي ولاد خوه. قلت لهم حنا كنقولوا ليها لا يتهلا في ولاد خوه حاجه ويخلي حقكم مجموع راه حاجه اخرى. يا فاطمه حضي راسك، راه مازال يهزك ويحطك وما تعرفي الدقه اللي كيوجدها ليك كيف دايره حتى تاكليها. قالت لهم اختي في ديك الساعه، قالت لي انا غادي نتفاهم معاه، انا غادي نشوف شنو تحت راسو. قالت لينا فاطمه ملي هضرت مع لوسا راه دار فيها، والسيد عصب عليها يا حسراه وشعل فيها، قال ليها انت شنو راه خاصك، ياكي راكي في بلادك، ياكي عندك بهايمك. قالت لهم وداك لوسا راه قنطر عليها واحد القنطره ما زادتش حلات فمها، عرفاتو بلي ما بغاهاش تزيد تفتح معاه الموضوع. قالت لهم فاطمه اختي ملي جات وحكات لينا كل شيء راه خويا قال ليها اودي راه كاينه واحد الهضره راها دايره، راه بلي هذوك الكطارات ديالكم راهم دخلوا المجال الحضاري ولوسك راه جالس يتشارع معاهم في الثمن وهما عاش حالي عاطيانو وهو راه طالب كتر. ردي البال يجيب لك شي ورقه ويقول لك سنيها عندك. هنا ملي سمعوا لها الاقوال ديالها قال لها انتصر هذا الشيء. قالت لهم ودي راه مجيت واحد الشهرين ما كاملاشي. قلت لهم الا اختي طرا ليها شي حاجه راه ما كانش واحد اللي ممكن يأذيها من غير داك الطماع ديال لوسها. جابوه يعاودوا معاه البحث. السيد كيجاوبهم عادي بحال كاع ما حسشي انهم شاكين فيه. فين كنتي؟ كنت في الحصاد في البلاصه الفلانيه، وما كان عندهم القطارات راني نقول لكم لا تحصى ولا تعد، كان عندهم واحد الارض كبيره تبارك الله. نعت لهم واحد البلاصه وقال لهم ودي انا نظن مرات المرحوم راه مشات غير بخاطرها غير ما بغاتش تقولها لولادها. قالوا له كيفاش؟ قال لهم الله اعلم الله اعلم الا دخلت في واحد العلاقه مع واحد الراعي كان عندنا، راني كنت شاك فيهم وحاضيهم، وراني من شديتهم مع بعضياتهم راني طردته. قالوا له امتى هاد الشيء؟ قال لهم هادي واحد الشهر ونص. قالوا له ايوا، قال راني طردته وراني جريت من موراه، راني جيت عنده للفيلاج وسبيته قدام الناس وطردته، قالوا يا الحمار يا الفاعل يا التارك وجريت من وراه. قال لهم بحال والو راه مشات معاه ولا مشات عنده. الجندارم هنايا سولوا على هذا الراعي لان هذا عنصر جديد في البحث، كما قلنا خص دائما يسولوا على الواحد ويسولوا على المحيط اللي داير به باش يزيدوا يعرفوا معلومات كتر. الناس هنا قالوا المودي داك الراعي راه كان دريويش عقلو غير على قدو، وراه دريس جا عنده الفيلاج وراه سبو وطردو قدام الناس ودفعو، ورحنا كلشي قلنا ليه حشومه عليك كتعدى عليه وتدفعو وتطيح له الهضره. الجندارم هنا قالوا لي انت ملي شديتيهم مع بعضهم وعلاش صبرت حتى الليل عاد مشيت للفيلاج وعاد طردتو قدام الناس؟ قال لهم انا ما بغيتش نفضحهم قدام ولاد المرحوم، داكشي علاش مشيت له حتى للفيلاج. قالوا لي ولاد خوك ما يعرفوش ولكن مشيت تفضحوا قدام الناس، الامر ما راكبش مع بعضياته. منين جبت هذا الراعي وخدمته عندك؟
قال لهم ودي انا كنت في السوق وهو كان كيدور على شي واحد يرعالو. قال لهم يلغى هكذا، وراني من شتو راني هضرت معاه وجبتو لعندي، وراني حتى السكنه عطيتها له. قالوا جبتو وسكنتو، ما عندكش فوتوكوبي ديال لاكارت ديالو؟ قال لهم ودي راني من لقيتو في الرحبه طلبتها منه، ولكن قال لي ما عنديش. هما كانوا لحد الان ما عرفوش هاد فاطمه واش بقى عايشه ولا ماتت، مازال ما فاهمينش. ايوا ملي ما بانتش غابت وما بانتش، والديكلاراسيون عند الجندارم، ووليداتها بقاو راسهم بقى خوها يجي يبات معاهم، يجيو هكذا خوتها وخواتاتها في النهار، وواحد خوها يجي هكذا يبات مع الولاد في الليل، ما يخليوهمش بوحدهم، عاد عندهم امل انها ترجع. شي مره هكذا كيهضر مع شي واحد من دوك الناس ديال الدوار، قال له ودي راه لوز اختك راه دريس قال لينا بلي تهمتوه، عيب عليكم وجبتوا له الجندار. وادريس حنا نعرفو راجل معقول والسيد كبير، واش هو تا حد الخدايم؟ قالوا لا ماشي حنا، هما اللي استدعاوه، وراه مستدعاوه على وديت الراعي، وراه قال ليهم انا ما نعرفوش شكون هو. الجار قال له شنو هو كيفاش؟ قال له دريس سولو الجندارم على الراعي، وراه قال لهم ما نعرفوش. الجار قال له لا على عندك اجابوا ليه فلان سولوه يقول لكم، هو اللي جاب ليه الراعي، سيروا سولوه. ايوا هنا الاخ ديالها مشى عند الجندارم، قال ما انا عندي واحد الخبر جديد، راه مشيت لدار اختي وراه كنت داوي مع واحد الجار، وراه قال لي باللي فلان الفلاني هو اللي جاب الراعي لدريس. ايوا هما هنايا استدعاو السيد اللي جاب الراعي. السيد حكى لهم، قال لهم دريس جا عندي وقال لنا هذا الراعي ديالك راه عاجبني، دبر لي شي وحيد بحاله الله يرحم ليك الوالدين. قال لهم انا قلت له ودي انا ما نعرفش. قال لهم الراعي ديالي انطق، قال له راه عندي واحد ولد عمي هو عقله غير على قدو، ولكن راه خدم راعي مع الناس وكلهم كيشكروا فيه، الا بغيت نجيبو لك، راه دريويش وعلى قدو ويقنع باللي كان. خداو منه المعلومات ومشاو جابوا الراعي. مين جابوا السيد بانوا الكذوب ديال دريس، هو هاد السيد غير على قدو، عقلو عنده غير على قدو، هذا ما يضرب ما يهرب ما يقد على فتنه، هذا نتاع العشق والغرام ونتاع المرأة تهرب معاه، هذا ما صفتو ما حالتو ما عقلو يناسب داك البلان اللي حكى لنا دريس. جابوا الراعي سولوه، قال لهم امي فاطمه نعرفها، امي فاطمه كانت دير فيا غير الخير، امي فاطمه مر الله يعمر ليها الدار. السيد كيقول لها غير امي، قال داير معاها العلاقه، هو كيقول عليها غير امي، قلت لكم درويش على باب الله. قالوا لي عندك لاكارت؟ قال لهم عندي. جبت لهم واحد البزيط صغير وخرجها غير بشويه عليه، خايف عليها يمكن شي واحد موصي عليها، فتشوها لقاوها منتهيه الصلاحيه، ولكن المعلومات ديالها صحيحه ومحافظ عليها، يعني معروف شكون هو. ايوا هنا جابوا دريس واجهوه معاه، قالوا لي هذا هو السيد اللي شفتيه مع مرت خوك، هذا السيد عنده العقل باش يدير العلاقات، اش كتقول؟ وسولوا الراعي، قالوا له علاش طردك؟ ما عرفتش، جا عندي للفيلاج ودفعني وخطا فيا وانا ما عرفتش. سولوه هو، سولوه علاش طردني، انا كي قال لي سير مشيت في حالاتي. قالوا لي هذا يزعم على ارضكم يزعم على بلادكم ويدخل لكم ويدي المراه، اولا تتبعوا واش كتضحك علينا واش كتفلى علينا. يبغوا بداو معاه في البحث قد ولاو يواجهوه بالحقائق، هاش طاري بينك وبينها، هاش طاري نتا الارض كنتي باغي تبيعها، غير قول لينا باش تساعد نفسك، منا مني حتى السيد صافي تقضاو ليه، بدا يعترف. قال لهم نحكي لكم ونعاود لكم، قال لهم انا ملي مات خويا الله يرحمه السيده بغات تمشي وبغات تبيع، حنا اللي تفركت لنا كل شيء، قال لهم قنعتها باش تقعد وتربي وليداتها معنا ونبقاو كما كنا في ايامات المرحوم. قال لهم قعدت، قال لهم شويه شويه بدات تقول لي نقسموا داك الشيء. قال لهم قلت لها ودي نشري منك حقك، نعطيك القد والقد.
قال لهم تقول لي ان شاء الله ويكون خير، غنشاور ونرد عليك. قال لهم تمشي براي وتولي تنقلب عليا تقول لي انا ما باغياش نبيع. عاود تاني قال لهم نساعد فيها حتى نعيا. قال لهم ومن نقول لها ود فاطمه بيعي ليا انا نعطيك قدا وقدا، قال لهم تولي ترفض. قال لهم عاود نطرح عليها الموضوع، تعطيني امل تقول استنى نشاور. انا راني حاسبها غادي تشاور ولادها، هي علم الله شكون كانت كتشاور. قال لهم تولي تقول لي لا ما بغيتش. شويه شويه قال لهم بدلت الديسك، بدات تقول لي نقسموا، خاصنا نقسموا. قال لهم نديها غير بواه وان شاء الله واخا. قال لهم نسيها شويه وتعاود تقول لي نقسموا. قال لهم المره التاليه جات عندي قالت لي ولا ما باغيش تعطينا حقنا غادي نقسموها على يد المحكمه. البلاد ديالي وديال خويا وديال با وديال جدودي نولي نوقف عليها في المحاكم. هي برانيه بغات تجي تديها بارده مبرده. قال لهم نخلي البراني يدي لبلادي؟ ما يمكنش. قال لهم خليت ولد خويا الصغير مشى يقرا ومشيت ليها. قال لهم من مورا الدار لقيتها، قال لهم شديتها وذبحتها. هي تدي لنا بلاد والديا وبلاد جدودي، البلاد اللي تعبنا فيها تديها هي بارده. قال لهم ذبحتها. قال لهم مشيت جبت البيكاب هزيتها فيها وديتها قال لهم للبعد ودفنتها. السيد اعترف اللي قتلها الله يرحمها ودفنها. ايوا قالوا له فين دفنتيها؟ قال لهم نوريكم. داهم يوريهم ما لقاوش، بقاو يدوروا ديك البلاصه لان الارض كانت فيها رمليه وهو مبقاش يمتبت فين دارها بالتحديد. بقاو يدوروا حتى لقاوها. كانت شي 7 ايام 8 ايام باللي ماتت. الجسد ديالها الله يستر كان بدا يتحلل. دريس كبر كرشو وبغى ياكل حق المرحوم وحق ولادو، واللي بغى ياكل حق خوه كتاكلو الدنيا في قبرها كيمشي للحبس. واللي كان هو الجزاء تاع دريس، هو كان ديجا مخطط للجريمه لانما وجد مع الراعي ودار له ديك الخدمه بشهر ونص من قبل، يعني موجد للجريمه. دريس هنا بعد الاعتراف ديالو وبعد اعاده تمثيل الجريمه كي درت كي فعلت كي تركت يعاود يحكي ويعاود يدير داك الشيء. وهذه خطوه مهمه كيديروا من بعد ما اي قاتل ولا مجرم يعترف باش يتاكدوا بانه هو اللي دار داك الجرم وماشي غير هز القضيه في بلاصه واحد اخر. راج في المحكمه تحكم بالاعدام، وللاسف الاعدام ما كيطبقوهش في بلادنا. اللي منا ما كنشوفوا شي افعال شنيعه كيديروها هادوك اللي تحكموا بالاعدام. ابسط حاجه خصهم يديروها معاهم هي ينفذوا فيهم الحكم. انا بدا كيحيروني هادو صحاب 62 عام 63 عام منين يديروا جريمه هكذا عن سبق اصرار وترصد ويقتلوا عاشوا حياتهم كامله طبيعيه ويجوا لكبرهم ويديروا جريمه وعن سبق اصرار وترصد. كنركز عليها وكنعاود نقولها. فما عرفتش انا واش كتكون عندهم الميول الاجراميه كتكون ناعسه وكتجي شي حاجه كتفيقها، ولا غير ما كيلقاوش شي فرصه باش يخرجوا هاد المواهب الدفينه ديالهم. الله يعفو الله يستر. ما ديروش كيما دار دريس بغا ياكل حق خوه. ما تاكلوش حقي في الكومونتير، حقي في اللايك وحقي في الاشتراك. تلاقاو في قصه جديده وجريمه جديده في حلقه ان شاء الله غدا. دمتم بخير في امان الله وحفظه جميعا. سبق ليك اكتشفتي شي حوايج في شي انسان من بعد عشرة طويله مكنتيش كتعرفهم فيه ومكنتيش تتوقعهم فيه وتصدمتي، لقيتي راسك ما كتعرف فيه والو؟ هكذاك غادي طرا لينا اليوم في قصتنا اليوم. صاحب القصه غادي تصدم وانت نتوما غادي تصدموا معاه كما تصدمت انايا. لذلك جهزوا لي سماعاتكم، لايكاتكم، اشتراكاتكم، ونبداو على بركة الله. اليوم غادي نمشيو لمراكش لواحد الكوبل مزوجين وعايشين بخير على خير. حتى غادي تسمعوا هادشي اللي غادي نسمعوه كاملين. تبعوا معايا من البدايه حتى النهايه باش تعرفوا وباش نتوما تحكموا، لانما القضيه راه مازال ما تحكماتش ومازال ما شافش فيها القضاء تاع 2024.
اعملوا متابعة الله يرضي عليكم باش نهار يصدر الحكم نقولوا لكم. جريمتنا اليوم غادي تبدا مع عبد الرزاق اللي كان واحد السيد عنده 32 عام، كان عنده واحد البلاصه في السوق كيبيع فيها البال. ملي وصل ل 2014 كرا واحد الدويره فيها 50 متر على قدو، خطب وتزوج، وكان من الخدمه للدار، الصلاه فوقتها والحياه ديالو عاديه. تزوج بواحد السيده سميتها حليمه وعاش معاها كما الازواج كاملين. بقى يستنى وليد ولا بنيته هاد الشهر الجاي، هاد العام الجاي، ولكن ما جابش الله. هما شافوا الاطباء، تبعوا العلاج، تبعته هي لان ما هي اللي كان عندها المشكل ماشي هو. صبر معاها شي 3 سنين، ومن ما جابش الله وطال عليه الوقت طلقها. بقى هكذاك واحد العامين عايش راسو في داك الدار، حتى واحد النهار هكذا جالس مع صحابو اللي كيخدموا معاه كيتعاودوا على واحد البراري ديالاتي، وهما يسولوه ودي مالك تعافيت هكذا، مالك رجعت صاحبي هكذا. قال لهم ما حيلتي نخدم على برا، ما حيلتي نقي ونطيب ونصبن، نرجع للدار نلقى كلشي كيستنى. وليت كنشقى وكنضرب تماره على برا وفي الدار لداخل. هما يقولوا لي صاحبي مالك على حالتك، عاود تزوج راك قربتي توصل لل40، شنو كتستنى؟ شوف الوالده ديالك وطلب لها هاد تقلب لك على شي بنت الحلال، وانت هاد الوقيته كاع اللي كتخدم فيها ما شفتي شي بنت الناس. قال لهم انا ما كانش عيني وما كنتش مفكر غنشوف الوالده. هضر مع مامته قال لها ما كان قالت له ان شاء الله يكون خير. بقات هكذاك شي 20 يوم وهي تصونيلو، قلت له دوز لعندي، راه يمكن جايبت لك واحد الخبر زوين. هو فرح عرف باللي الوالده قضات له الغرض. العشيه كي كمل خدمته مشى عندها، حكات له قالت له انا تلاقيت واحد صاحبتي وراني هضرت معاها، قلت لها عبد الرزاق ما كان راه باغي يتزوج، واش تعرفي شي بنت معقوله؟ هو راه طلق مراته حيتاش ما ولدتش ليه وراه باغي يعاود يتزوج. قالت لها جارتنا عندها واحد البنت راه محجبه وما كتخرج ما كتدرج، تكون عندها ديك 24 عام، اذا بغيتي ناخذك نوريها لك يلا نمشيو. قالت له انا قلت له ولدي نشاورك عاد نشوفوا واش نمشيو عندها ولا ناخذوا لك موعد معاهم. قال لها المهم سيري شوفيها واذا عجباتك ناخذها. هي حدات موعد، مشاو شافوا البنت، والبنت حتى هي شافته. هادي اكرام اللي شافت عبد الرزاق وافقات عليه، واخا عرفاتو مطلق وافقات، وهو عرف بلي كانت تقرا حتى السيزيام ووقفات قرايتها وجلسات في الدار. البنت كانت زوينه ومتبته، عجبته هو وامه، خطبها. وبعد واحد الشهر هكذاك داروا داك العرس ديالهم، داروا عرس على قد الحال، داها معاه لدارو. الرزاق ارتاح معاها، السيده نقيه منظمه حشوميه مربيه تبارك الله، لدرجه ان صحابو بقاو يشوفوه مرتاح. جلس هكذاك شي 6 شهور معاها وهما يعرفوا انها حامله، هي ما عباتش اصلا انها كتوحم. واش نقول لكم، عبد الرزاق انا ما قداتو فرحه، اخيرا غادي يولي اب. بقى مفششها عطيها الخاطر وزادت عزازت عليه غادي تجيب له وليد لا بنيه. والسيد عايش سعاده، ولكن شكون خلاك؟ اكرام تبدلات، رجعت تقول ليه اودي هاد الدار ضيقه، اودي هاد الدار ما عندها حتى سرجم، اودي خاصنا دار كبر منها. المرة اللي ما كانش ترفع فيه حتى عينيها يا حسراه، ولات ما عجبهاش الحال وما عجبهاش الدار. بقى ملي كيرجع ما كيلقاش داك الجو الكالم اللي كان كيلقاه في البدايه، ولا كيلقى تقنقين تنقريش سميتو الشكا والنعا. بقى يصبر فيها ودي الصبري ودي نجمع شويه ونشريو شي دويره عاودي كدا. مهم السيد بقى يخمم الهم ديالو غير يحسن الوضعيه ويبدل لهم داك الدار. اكرام في هاد الوقيته بقات تخرج بلا بيه، ماشي كما في الاول ديال الزواج ديالهم تستنى حتى يجي وتيخرج هو وياها، لا رجعت كل يوم تخرج، غير هو يخرج يمشي لخدمته هي تخرج من الدار، تمشي ما ترجع حتى قبل ما يجي بشويه عاد ترجع للدار. وزادت صاحبت مع واحد جارتها بقات خطيبتها لعندها ومعاها فيما بانت لهم يمشيو باش بقات ما تعلموش حتى وما تقولوش حتى فرني غادي ولا فيرني جايه. وملي يسولها يقول لها مالك بقيتي تعمري الدار؟ قالت ليه انا ما بقيتش حامله هاد الدار، هذا لي الحساسيه،
الدار ملي ما تكونش مهوية ومشمشة راه فعلا تجيب الحساسية، وباش ما تجيبوهاش في صحتكم ما تسكنوش فيها بصراحة، بالتجربة الخاصة ديالي، حيتاش الراجل ما بقاش يجلس في الدار كيما نتيا مرا نتي وليداتك كتضلوا فيها، اذا نتوما اللي تاثروا كاع اكثر. وكيجي غير ينعس فيها، هو يضل في النهار على برا خدام كيشم الهواء كيتحرك، انما نتي لا، ما كانش التهوئة، ما كانش الشمس، غتخرجي على صحتك وعلى صحة وليداتك. إكرام بقات تضل مع جارتها على برا حيتاش راها شايفة شنو عندها لداخل، ما ترجع حتى يقرب راجلها يجي، تضل هاملة على برا. وعبد الرزاق هنا خلاها على خاطرها، قال ما فيها باس تخرج شوية تتصاحب مع النساء بحالها حتى لواحد الليلة. جالس يتعشى هو وياها وهي تقول ليه شو عبد الرزاق، انا راه فكرت الا بغينا نشريو دار راه ضروري حتى انا نخرج نخدم ونتعاونوا ونديروها. هو هنا ضحك قال لها الخدمه ما لقاوها حتى اللي عندهم الشواهد، تلقايها انتيا ولا انا؟ قالت لها ودي راه جارتي عندها واحد بنت خالها راه غتفتح واحد الروض، راه قالت لي الا بغيتي تخدمي نهضر لك معاها. قالت ليه سميتو، قلت لي ما غاديش نلقى كيما هاد الفرصه، ونبقى ندي بنتي معايا وبنتي تضل تحت عيني وانا خدامه باش نتعاونوا باش نديروا الدويره ديالنا. قال لي هو خليني نفكر، هو ما كانش مولف يخسر لها درتها، قال لي خليني نفكر. قالت له ودي عبد الرزاق الا فكرت تقدر طير ليا الخدمه، خاصنا نزربوا ونشدوا فيها، راه خدمه نقيه وراه مع ناس مضمونين. ايوا شاف قال لها صافي جربي ما ربما تصدق، وإلا ما ارتحيتيش رجعي لدارك. ايوا الصباح صبحات فرحانه مشات لك عند جارتها قالت لها مكان عبد الرزاق راه وافق. هذيك هي صونات لهذيك البنت خالها، قالت لها ودي راني لقيت لك واحد السيده اللي تخدم معاك. عبد الرزاق مشى مع مراته عند مرات الروض وصاها عليها وقال لها ودي راه عمره ما خدمات، ودي راه مولفه غير بالدار، ودي غير بشويه عليها، ودي كدا. المهم وصاها عليها وشاف البلاصه فين خدامه. قالت ليه السيده بدي ما تخاف من والو، خدمات عندها في الروض، قهوة ياخدها في الموتور ديالو كل صباح هي وبنته، كيرجع ليهم مع ديك السبعة يجيبهم. ملي جا راس الشهر وخلصات جابت لي داك الفلوس وقالت لي هاك هزهم هادو وزيدهم مع الفلوس اللي عندك باش نديرو الدويرة. وبقات كل شهر نفس الشيء، داكشي اللي كتخلصو كتعطيه ليه، داكشي اللي كتخلصو كتعطيه ليه، كتقول له بدي زيدهم مع الفلوس، زيدهم مع باش نشريو الدار. 6 شهور على داك الحال، وهي تجيب لي الماندا ديالها كامله. اللي دازت جابت ليه الماندا مدوبله، عارفه شحال كتشدو دابا، جابت له الدوبل، قال له هاد الفلوس. قالت ليه ودي ملي راني نسالي من الروض راني كنمشي عند دوك النساء اللي لاباس عليهم اللي كيجيبوا وليداتهم عندنا كنعاونهم في المناج وراهم يتهلاو فيا، ما عندك مناش تخاف، راني تناخد بنتي معايا كاع ما تخاف ما تقلق. هو قال ليها جوج خدمات ماشي بزاف عليك؟ ايوا قالت ليه ما نتهنى حتى نخرجوا من هاد الدار، ديروا دويره هكذا مشمشه ومضويه. قال لها الا حسيتي بالتعب ولا بالعيا وقفي. قالت ليه صافي ما تخاف حتى من حاجه، الا عييت داك الساعه غادي نقولها لك. بقاو هكذاك على داك الطريقه حتى لواحد النهار كانوا كيتعشاو ويجيب له واحد الخنشه، حلاتها قدامه فيها غير الاورو. قال له وهادو؟ قالت له هادي واحد الشيبانيه كنخدم عندها راه عطاتني هاد 10,000 اورو، وقالت لي الله يجازيك بالخير صرفيها ليا بالدرهم المغربي وجيبيها ليا وخدي حقك منها، راه 2 المليون مني ليك و8 جيبيها ليا. قال لها ثقت فيك وعطاتك كاع هاد الفلوس ما خافتش؟ قلت له انا اللي كندير لها المناج وكنشوف الذهب ديالها ونشوف فلوسها ونشوف حوايجها عمرو ما ديت لها. تاق على نيتو السيد، بكر الصباح صرف شد 2 ملاين عطاها 8. قال إكرام علاش غادي تكذب عليا؟ وإكرام من الدار للروض ولا عند هاد الناس اللي كدير لهم الميناج، تاق بيها. دازت ايام ومشات ايام وهي تسولو، قالت لي عبد الرزاق شحال وصلنا؟ قال لها ودي وصلنا 15 مليون، ولو كان ماشي انتي ما عمري نحلم نجمعها. قالت لها ودي علاش سولتك، راني سمعت واحد السيده في الروض اليوم هضرات على واحد البارطما راهم كيبيعوا الساروت ديالها بشي 13 مليون، اش بان ليك نشوفوها؟ الا لقيناها مضويه ومشمشه وعندها السراج ناخذوها. قال لها مرحبا اللي جات على خاطرك نديروها.
مشى هو وياها، شافوا البرطمة، عجباتهم، كبيرة متيسعة مضوية، تفاهموا مع مولاها ب12 مليون. شراو منو الساروت لان الكرا ديالها كان رخيص وكان قليل بالمقارنه مع داكشي اللي كانوا كيدفعوه، والموقع ديالها كان زوين. فرشوها بكل شي جديد وسمحوا في داك الدار القديمه اللي كانت معذبه اكرام في حياتها. ارتاحوا في الحياه ديالهم والرزق بان عليهم، لدرجه ان عبد الرزاق شرا البلاصه اللي حداه من السيد اللي كان حداه، توسع ولا يجيب السلعه اللي ما كانش بكري يقدر يجيبها، وخا البال بقى يجيب ديك السلعه الغاليه والنقيه ويبيعها بثمن كتر. ايوا هنا اكرام قالت ليه اش بان ليك نشريو شي طوموبيل، حنا دابا الحمد لله توسعنا شويه في الدويره وشرينا فريش جديد وخدمتك راك توسعت فيها، بقات لينا غير الطوموبيل. قال لي انت يا مرا دائما كتحاولي تزيدي بينا القدام، اللي شفتيها مليحه ومناسبه لينا ديريها، توكلي على الله. شرات الطوموبيله السيده، تعلمات تسوق، ولات لوطوها على يدها تمشي للخدمه بها وتجي بها. ايوا عبد الرزاق كان في قمه السعاده ديالو، البنيته ديالو كتكبر حداه، الدويره توسع فيها، الخدمه توسع فيها، كل ما كيصلي كيحمد ربي على النعمه اللي عطاها له وعطاه ديك المراه، وبقى كيبغيها اكثر واكثر 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 لان ما زادت بيه القدام. يقول مع راسو هذه هي الزوجه الصالحه اللي كرمني بها، والله الحمد لله يا ربي. ايوا واحد النهار ما بيه ما عليه جالس في الخدمه ديالو حتى يصوني ليه التليفون ديالو، الرقم ما عرفوشي، ماشي عنده في الريبرتوار، ولكن خاصو يرد. ما ربما تكون شي كليانه بدلت رقمها، ما ربما تكون شي حاجه. رد على نيتو، رد عليها السلام السلام اش حب الخاطر لالا. قالت ليها ودي ما عرفت منين نبدالك، ولكن راني عارفه ونقلب عليك القفه وما في خبارك والو. قال لها ما فهمتش. قالت ليه عرفتي مراتك كيفاش خدامه؟ قال لها خدامه في الروض. ضحكة قالت لي في الروض، ورا عرفتك مقلوب عليك القفة، ورا مرتك شيطانة، راه مراتك من أخبث خلق الله. عبد الرزاق تعصب قال لها حدك تما، عارفاش كتخرجي من فمك يا واحد المغيره يا واحد المحسده، فوقاش ما شفتو شي جوج متفاهمين كتبقاو تخربوا بيناتهم. وبدا يسب فيها وهي ساكته ضاربه الطم. قالت لي اسمع سيدي، قالت لي مراتك وخدامه في الافلام الاباحيه، وانا جيت غير باغيه نوريك هذا الشيء، ولكن ملي سبيتيني صافي انا ما نقول لك حتى حاجه وهي تقطع عليه. عبد الرزاق دارت به الارض، ما عرف باش تبلع، مازال ما استوعب لابيل اللي جاه، مازال ما فهمش كانت كتقول لي ديك السيده او شي هادشي اللي كتقول. صدماتو صدمه ديال المعقول. هو قال لك اللي تلف يشد الارض، داكشي اللي دار عبد الرزاق مسكين، تلف وهو يشد واحد الكرسي ويجلس مرفوع ما عارف راسو لا ما يقدم لا ما يوخر. وقف من البيع والشراء ديالو وبقى جالس وكيشوف يخمم، هادي ما ربما راه غلطه، هادي ما ربما راه غير كضحك وكتفلى، هادي كي طرات لها شاد الشي اش غادي يدير ما يدير. قال نمشي نعاود نصوني لها، شوف بعدا واش الرقم باين، كان باين قبيلات، غنمشي نعاود نصوني لها. هو يصوني لها والو ما تردش عليه، يصوني 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 والو ما تردش عليه، وعلى تالي هو يصوني وهي تقطع، عاود يصوني وهي تقطع، في التالي جاوباتو. قالت لي انا بغيت ندير فيك الخير ولكن انت سبيتيني، انا عمرو شي حد في حياتي ما سبني هكذا، ودابا الله يعاون. وقال لي هاد الشيء اللي قلتيه راه خرجان العقل، راه ما قدرش انا نستوعبه، واش راكي من نيتك، واش كتعرفينا، واش عندك شي دليل؟ قلت ليه قلت ليه انا شريت هذا الرقم غير سبتك باش نوعيك وباش نوضح لك الصوره، ورانا صونت عليك منه غير حيتاش عارفاك مظلوم وما عندك حتى يد في هذا الشيء. قالت لي اسمعني وغير بالعقل وتاكد راسك من كلامي، الا لقيت كلامي صواب ديك الساعه شوف اللي تخرجك، لقيت كلامي غلط اعتبر نفسك ما سمعت حتى حاجه. قال لي واش مأكده، واش عندك شي دليل، واش كتهبلي عليا؟ قلت لي لا والله لا داويه معاك بالنيه، انا غادي نصيفط لك واحد اللين دخل شوفو، ولكن من دابا نقول لك اودي هذا الرقم نعاود نقولها لك، هذا الرقم انا شيتو غير سبتك باش نخبرك، من بعد راه ما غاديش يبقى له الاثار،
وراك ما شفتيني ما شفتك، نتفق معاك من دابا. قالت له قبل ما نوريك توعدني، انا ما شفتيني ما شفتك. قالها صافي غير قولي لي اش كاين اش طاري. قالت لها انا نحكي لك. قالت ليه اكرام راه غير كاذبه عليك، راه كتقول لك انا خدامه في الروض، غير ما خداماش فيه، هي غير كتخلص لهم البنت ملي تمشي تصور الافلام الاباحيه، من هادوك الفلوس باش كتخلص، ومنهم راه باش شرات الدار وباش شرات الطوموبيل. انا غادي نصيفط لك الفيديو ديالها ودخل للموقع ودخل للصفحه وشوف بعينك. وقطعات عليه داك لابيل، شويه هو يجي له ليا، دخل لداك الرابط وبقى يتفرج ويشوف داك الشيء ويعاود واش هادي مراتي، واش هادي شي وحده تشبه لها. زاد قلب في ديك لاباج وقلب في داك الكونت، لقى بزاف ديال الفيديوهات. هو هادي دايره بحال مرتي، هو دا نفس الشعر او نفس الفورمه، حتى وصل لواحد الفيديو لقى فيه صوتها. هنا تاكد فعلا انها اكرام. درز قنايا جمد في بلاصتو وعقلو حبس وبقى جالس ويشوف ويخرج من داك الموقع ويرجع ليه وما متيقش عينيه وحسبهم، ولقى شي 36 فيديو اللي مصوراهم 4 السوايع وهو مجمد ويحاول غير يكذب راسو، ولكن هو عارف التفاصيل ديال الجسم ديالها وعارف الصوت ديالها مزيان. هذه اكرام راه ما فيهاش الشك. فين بدا هكذا عقلو يوعى، طلب من صحابه هما يجمعوا له ديك السلعه ومشى للدار. السيد الجسم حاضر والعقل مرفوع. ملي وصل لقاها في الدار، هي اللي حلات ليه الباب وشافتو هكذاك مبدل في الملامح ديالو وفي حالته. قالت لي مالك اش واقع عليك؟ هو دخل وجلس وبقى يشوف، كيفكر في مليون حاجه في الدقيقه. اش غادي يدير، اش غادي يتصرف، هادشي بصح هادشي ماشي بصح، يواجهها يبقى ساكت. وبنته بقى يخمم كي يدير، ما عرف باش تبلا، ما عرفاش تحط عليه اش نزل عليه. فكان كيبغيها وكيحماق عليها، ما يخسرلها شي حتى هضرتها، كيتيق فيها، مستحيل يجي في بالو هادشي. عيط عليها قالها اجي، جات جبد ليها التليفون وراها الفيديو. هي شدات الفيديو، شدات التليفون وسداتو. قلت لي اش هاد الوسخ اللي جالس كتفرج فيه؟ هذا هو الراجل اللي متقي الله، هذا هو الراجل اللي انا مجوجه به، كتفرج في العفن. قالها جلسي وتفرجي وقولي لي شكون هادي. شافت الفيديو وسكتات. هو يقولها هادي انتي. قلت لي واش انت حماق، واش انا ديال هاد الشي؟ نوض استغفر، نوض هذا اللي صيفطو لك راه بغا يرمي عليا الباطل، راه غير بغا لينا الصداع، نوض لعن الشيطان واستغفر، واش انا تاع هاد الشي؟ كانت موالفه تقنعو باي شي بغاتو، وهو كان ما كيقول لها شي الا ما كيرد لها شي حتى حاجه في خاطرها. ناضت حطت العشاء وتعشات لك، بقات لي ونوض تعشى ونوض وراهم غير بغاو الكلفاتان يتعشى. منين يدوز ليه؟ بقى مسكين شاد في داك التليفون ويخمم، شاد في داك التليفون ويخمم، يدخل يشوف ويعاود يخرج حتى داك 12 ديال الليل. ناض لعندها لبيتها قالها شوفي نقولك، اجيني صراحه، انا سنين هادي وانا تايق فيك وانا عارفك، هادي انتي ما كان لاش نكذبوا على بعضياتنا. انا عاد عرفت منين كتجيبي الفلوس وانا نقول السيده خدامه في الروض. شوف بنت الناس، انا مستعد نسامحك في كل شيء، مستعد نسترك، ما نخبر حتى الواحد عليك، نرجع لك داك النص تاع الدار لان ما جايه من فلوس الحرام، ما عندي ما ندير بها. ولكن انا عندي شرط واحد وهو اللي غادي نسامحك عليه، بنتي تخليني نربيها، انا تعطيني بنتي. انا باغيهاش تعرف اش كديري، انا باغيهاش تصدم في حياتها وتضيع حياتها. هاد الشيء الشرط الوحيد اللي عندي، الا راكي موافقه عليه نديروه، ما راكيش موافقه ندير معك اجراءات اخرين. انا هي عرفات وتاكدت باللي عبا بها وباللي هادشي راه لا رجعتها فيه، ما غاديش يسامح على داكشي اللي دايراتو فضايح. مشى مسكين شد واحد القنيت وبقى هكذاك فيه، منين يجي الناس ما قدشي حتى لديك 6 تاع الصباح، ونضر واحد القهوه كحله وهي تجي لعندو تتمسكن. قلت له انا درت هادشي على قبالك، انا درت هادشي غير باش نعاونك،
انت سكنتيني في دار غامله كلها مرض، وملي طلبتك تبدلها انت ما قديتيش تبدلها، وانا شفت المستقبل كله كحل. ما يمكنش انا بنتي تكبر تمايا، غادي يركبها المرض وغادي يركبني حتى انا المرض. قلت نعاونك، انا ما كان غرضي حتى حاجه. انا ملي عرضوا عليا هاد الخدمه وافقت، وخفت نقولها لك ما توافقش. قال ليها انا باقي عند كلمتي اللي قلتها لك، خذي دارك خذي فلوسك، اعطيني غير بنتي. انا نسترك وما غاديش نفضحك، اعطيني بنيتي. راه ما غاديش نحاسبك على داكشي اللي درتيه، وما غادي نقول والو على وجه بنتي. قالت لي هو صافي، رجع لي داري وخذ بنتك. هو لحد الان كان عنده 99% شك وعنده 1% انها ماشي هي، ولكن هي بهاد الهضره ديالها اكدات له داكشي. جمد ليه الماء في الركابي، جلس وبقى يحاسب في راسو. فين كانوا عينيا؟ انا فين كان عقلي؟ انا كي حدشي وما عبيتش. واش انا حتى لهاد الدرجه مغيب؟ واش انا احمق؟ واش انا ما عنديش العقل؟ وانا ما شفت حتى حاجه، وانا هبيل ما شكيت حتى في حاجه. بقى يرد اللومه على راسو. ايوا ما جات توصل 10 ديال الصباح حتى مشى معاها للعدول، رجع لها داك نص ساعه الدار بسميتها وخرج. جا معاها باش يجمع حويجاته ويدي بنته ويمشي في حالاته ويدير معاها الاجراءات تاع الطلاق. ملي دخلوا للدار قالت له هز اللي بغيتي. مشات دخلت لواحد البيت وسدات على راسها. هو بدا يجمع حويجاته وحويجات بنته وهي دخلت للبيت. صونت على دوك اللي خدامه معاهم، قالت لهم ودي عندي شي مشاكل، مسحوا كلشي الفيديوهات اولا ديروهم بريفي حتى نفضي مع راجلي ونرجع لكم. هما داروهم بريفي باش ما يبانوا لحد، باش حتى واحد ما يقدر يشوفهم كما طلبات منهم. قالوا لها صافي راهم ما بقاوش في داك الموقع، ما بقاوش في ديك لاباج باينين، سالي مشاكلك ورجعي. كملت لابيل ديالها وخرجت لعنده. قالت لي وملي تسالي خرج ليا من داري، جمع حوايجك وطبق عليا من الدار. قال لها غادي ناخذ بنتي ونخرج. قالت له شنا هو؟ تاخذ البنت والدار داري والبنت بنتي، خرج لي من داري. بقى غير يشوف فيها، تسيفات عليه، السيده تقلبات. يحسراه. خرج من عندها مشى للكوميساريه، حكى ليهم هادشي اللي حكيته لكم انا دابا. هما ملي استمعوا ليه حسب المرا متعاطي شي حاجه. واش كاين شي راجل مراتو كتخونو تكتب لها نص الدار؟ ما تيقوش به. قالوا له جبد لنا الدليل اللي عندك، فينا هو؟ السيد دخل تليفونه يكليكي على داك لو ليا ما يخرج له والو، لقى غير يدو والريح ما بقى والو. دخل داك السيت باش يقلب لهم على الفيديوهات ما لقى والو. بقى يقول البوليس الفيديوهات كانوا هنا، الفيديوهات كانوا هنا. بقاو يهدنو فيه، حسوه ماشي نورمال. هدنوه من شافو حالته قالوا له ودي خصك الدليل، جيب لنا الدليل وحنا نرفعوا لك القضيه، حنا خدمتنا نديروها. خرج من الكوميساريه شد واحد القنت وبقى يخمم يخمم هو يرجع لعندها للدار. قالت لي شنو بغيتي؟ قال ودي غير نسيت شي حوايج في الدار بغيت ناخذهم، حليلي. حلات له. تهضر معاه بالنفخه، انت اتهمتيني، انت درتي لي، انت فعلتي لي، انا ما عندي ما ندير بيك، انا عاونتك، انا اللي طلعتك وانت ما عجبك حال، هز عليا حوايجك وخرج ليا من داري. وباقي غير يشوف فيها. قال ليها بغيت نشرب واحد الكاس ما نمشي للكوزينه نجيبو. قالت له سير جيبو وخرج عليا، خرج لي انا من داري. دخل شرب كاس ما، هز الموس الكبير اللي عنده تمايا دارو هكذا من ورا ظهره، وقال اخر محاوله غادي نحاولها معاها. قال اعطيني بنتي، راني تفاهمت معاك وعطاتك اللي بغيتيه، اعطيني بنتي. قلت له والله فيها لا شفتي اللي في جهدك ديرو، خرج عليا. وجات غاديه راجعه لبيتها. الدوره اللي ظهرت هو يطلع داك الموس ويغرزو فيها. عطاها بكل جهدو للدار، خرج الموس وعاود يضرب فيها، بقى يضرب فيها حتى طاحت وهو يخرج. مشى يجري لعند البوليس، قال لهم انا صافي، انا هنيت الدنيا من هاد الوسخه، انا هنيت الدنيا من هاد بنت الحرام. قالوا له شنو درت؟ ياك لاباس؟ قال لهم قتلتها راه في الدار مرميه الكلبه. قال لهم انا نعطيكم الادريسه تاع الدار ونعطيكم الساروت، انا نطلب منكم طليبه وحده، بنتي ديوها لعند امي وهياكم تعطيوها لحبابها. بنتي تمشي عند امي تتربى عندها، هاديك ما ساوياش، هاديك ضحكات عليا، هاديك كي دارت لي
مشاو داروا المعاينه ديالهم، داروا الاجراءات ديالهم. ملي داروا الخبره للتليفون ديالها لقاو داكشي كلشي اللي قالوا صحيح، لقاو الادله باقيه في تليفونها مازال ما تمسحات. لقاو دوك الناس واخا داروا كلشي بخيفي يقدروا يجبدوه. عبد الرزاق باقي كيستنى المحاكمه، علم الله واش عطاو شي ظروف تاع تخفيف ولا ما ياخذهاش. هي مشات لقبرها، وشكون الضحيه؟ ديك البنيته الصغيره. والحرام كما قلنا ديما كيجر الحرام، كيديك للتهلكه، اما للقبر، اما للحبس، اما للشهداء لعائلتك. قصتنا سالات، نتمنى نشوفكم بخير وعلى خير في قصه قديمه. ما تنساوناش من اللايكات، ما تنساوناش من التعليقات الزوينه بحالكم. في امان الله وحفظه. الغالبيه فينا كيحضر راسهم دوك المجرمين اللي سبق لهم ضاربين الحبس، ما كيحضرش راسهم من الطبيب، ولا يحضروا راسهم من الاستاذ، ولا يحضروا راسهم من الممرض. نتوما شفتوا بزاف ديال القصص حكيناها، كان الابطال ديالها من هذه الفئه اللي المفروض تكون امينه علينا. اليوم كذلك غادي نحكيو القصه ديال واحد جوج الفعات، وحده منهم ما عمركم توقعوها انها دير هذا الشيء هذا. لذلك لايكاتكم، اشتراكاتكم في القناه باش ترجعوا ليها، وسماعاتكم، واجيو نسمعوا قصتنا اليوم او جريمتنا اليوم، واللي غادي تبدا عند لطيفه من مدينه فاس، واللي كانت من مواليد 1973. تزادت وكبرت في عائله متوسطه الدخل، ما خاصهمش وما عندهمش، عادي. كانت هي وربعه ديال خوتها. والديها حاولوا ما امكن يقراوهم يعلموهم مزيان، حيت بكري كانت العقليه انه فوقاش يتوظف ولدك، هذيك الوظيفه راه كتسترو وتسترتل العائله معه. كان الاستاذ البوليسي الجدارمي فرملي عندهم واحد القيمه كبيره ومحترمه في المجتمع ديالنا. كان مستحيل تتوقع منهم افعال شائنه كما اللي كنسمعوا بها اليوم. نرجعوا لعند هاد العائله اللي كان عندها 4 ديال الاولاد، ولطيفه هي الخامسه اللي كانوا يسعاو ويحاولوا انهم يقريوهم. لطيفه نجحت بواحد المعدل اللي خلاها تسجل في المعهد العالي للمهن التمريضيه وتقنيات الصحه، ومن بعد 3 سنين تخرجت ممرضه. من بعدها كان خاصها دير ستاج، بدات تدفع للمستشفيات العامه والمستشفيات الخاصه، تقول غير ربي يقبلوني، مهم دير ستاج ديالها. ولحسن الحظ ديالها تقبلات في واحد المستشفى ديال الدوله، واغلب الوقت كانت تمايا كتقضيه مع القابلات في الجهه فين كيولدوا النساء. مازال باقيه عاقله على القابله اللي زعفت عليا في ولاد تولدي، وقلت ليها غادي تسكتي ما تسكتيش، غادي نخرج للكولوار نولد وما نسحقكش. قالت لي حنايا كنكونوا جوج ديال القابلات، وكتكون معنا ممرضه، وكتكون معنا مراه كتنقي وكتجمع دوك الفوطات وداك الشيء اللي معمر بالدم. وانا للاسف ولدت مراه من قبلك، ودابا كنولد فيك. فطلعت داك الزعف ديالها اللي زعفاتو من الخدمه ديالها فيا انايا، ما عليناش. اللي طرات لي هكذا شي قصه مع شي قابله حكيها لنا في الكومونتيرات. نرجعوا لعند لطيفه بطبيعه الحال فرحات انها تقبلات في الستاج، بقات كدوزو مع دوك القابلات، بقات خدامه تمايا حاضره الراس مساعفه، كتعامل مصغره راسها، كتسمع للاطباء من ينصحوها، كتسمع للقابلات من يقولوا لها شي حاجه يوجهوها، كتسمع للممرضين والممرضات اللي اكثر منها في الخبره، دارت بلاصتها معاهم. كي كملت الستاج خدموها معاهم كممرضه رسميه عند الدوله مع وزاره الصحه. عائلتها فرحات بها لانها في ديك الوقيته كانت ناجحه في الحياه، بنتهم رجعت خدامه مع الدوله، بنتهم ضمنات المستقبل ديالها، بنتهم ولات قادره تعاونهم على اعباء حياتهم ووليداتهم. ولكن الناس ديالنا والمجتمع ديالنا يخليك تفرح بشي حاجه الا ما ينغصوها عليك. لطيفه كانت وصلت للثلاثينات، وكل ما تلقى مع العائله على من يسولوها على الزواج، واش مازال ما تخطبتي، واش مازال ما كايناش شي حاجه، واش مازال هكذا، باش يحسوها انها ما ناجحاش في حياتها وباش يحسوها بالنقص. وهي مع الوقت ومع اللقاءات بدات تاثر من داك الشيء، تاثر بكلامهم، بدات حتى هي تفكر انها تتزوج ودير عائله. 30 عام راه هذاك هو الجهد باش ديري عائله وديري وليدات. ما بان ليها غير الطبيب اللي باقي معاهم في داك السيرفيس مازال بلا زواج، والطبيب
اللي لايق بالمستوى ديالها الاجتماعي دابا، حيت هي ممرضة. حاولت تلفت الانتباه ديالو، حاولت تدور به، حنا كما نقولوا باللهجه العاميه ديالنا، حاولت تصيدو، والو السيد ما مسوق لهاش. وفواحد الجليسه هي وصاحبتها كان صار قالت لي ودي انا راه ما كرهتش نتزوج بفلان، ولكن هو كاع ما دايها فيا، كاع ما مسوق ليا. صاحبتها سمعت داك الكلام قالت لها لا يحييه، قالت لها انا نوريك واحد لالاتي الشوافه ضربتها دقه ببطله، الله تجيبولك طالب راغب. علاش شكون انا اللي ينفعني مع هاد بوراس ديال راجلي من غيرها؟ ايوا ولطيفه هذاك ما سمعات، هذاك ما دارت في ودنها. قالت لها صاحبتي وريهاني كاع هادشي تعرفيه وساكته. قالت لها نوريك بسم الله. وراتها واحد الشوافه كان سميتها الغاليه، واللي كانت كبر من لطيفه بشي 4 سنين. مشات لعندها قالت لها انا بغيت نتزوج فلان الفلاني، راه خدام معايا وما راش قاعد دايها فيا، وراه صاحبتي صيفطتني عندك، بغيت انايا الغراضي تقضى. غاليه هنا سمعت لها مزيان وقالت لها حتى انت هادشي ساهل. قالت لها سولي صاحبتك اللي صيفطتك لعندي، وراه انا اللي خدمت ليها. وانتي؟ قالت لها لا بغيتي نخدم ليك جيبي لي صورته وجيبي لي السميه ديال امه والباقي عليا. لطيفه هنا فرحات، قالت لها ولا تزوجت به طلبي اللي بغيتي نعطيه ليك. الغاليه قالت لها انا ما بغيت منك فلوس، قالت لها انا قاطع الفلوس، انا بغيتك تجيبي لي حاجه من السبيطار انا محتاجه فيها. قالت لها شنو بغيتي؟ لا نقدر نجيبها لك. قالت لها انا بغيتك تجيبي لي الخلاص ديال شي وحده عاد ولدات، اللي هو ديك المشيمه وداك الغشا اللي كيكون فيه البيبي ملي كيكون في الكرش ديال امه، كيتغدى منه كيعيش منه، ومن بعد الولاده القابله كتجي كتعصر المراه كرشها باش تخرجو منها، لانما الا بقى لها في الكرش يقدر يؤدي بها الوفاه. قالت ليها المهم من جيبيه لي ما تدوزش عليه 3 سوايع، الا فات 3 سوايع ما كان لاش. الا ما قديتيش على هذا الشرط غادي تجيبي لي 3000 درهم وتجيبي لي فروج كحل الجواد طلبوه. ملي تقولي 3000 درهم في التسعينات راه بحال قلتي 2 المليون ديال اليوم. لطيفه واخا كانت موظفه راه ما عندهاش داك المبلغ، سورتو انها كتصرف على عائله، وباش تقتنع انها تجيب لها الخلاص الغاليه قالت لها ودي ما غاديش نادي به الناس، انا غادي ندير به غير الخير وحتى انت غادي تساهمي بداك الخير. قالت لها لطيفه ان شاء الله غادي نحاول، ولا قديت غادي نجيبولك. تفارقوا على داك الشيء، انها تجيب لها الخلاص، انها تجيب لها التصويره ديال السيد والمعني بالامر، وتجيب لها سميت امه. لطيفه كيفاش غادي دير مشات لطات الرشوه لواحد الموظف في الاداره تمايا، فعلا دبر ليها على الصوره، ولكن ما قدرش يجيب لها الاسم ديال الام. وملي جاتها الظرفيه انها تسرق واحد الخلاص سرقاته ووصلته للغاليه، خدموا به خدمتهم. ايوا ما دازت 15 يوم حتى تقولوا لي وتوقعوا لي شنو طرا. اللي عرف يكتبها في الكومونتير نشوف الحدث البوليسي ديالكم كي داير. ما دازت 15 يوم حتى السي الطبيب سافر، او من سافر لاجل غير معلوم، ما عارفين واش يفوقاش يرجع. ها ولطيفه هنايا تشعل شعله وحده وتمشي لعند الغاليه. قالت لي انا قلت لك ديري لي سحر المحبه وسحر القبول، ما قلت لكش ديري لي سحر التفريقه، رزيتيني. انا مخلصه 500 درهم للسيد غير باش يجيب لي صورته، وفي التالي السيد طار. هادشي كضحكي عليا؟ الغاليه قالت لها انت ما جبتيش سميت امك، كون جبتي سميت امك كنت تقضى لك الغرض، ودابا الله اعلم يقدر يرجع لك، راه داكشي ما كيتخدمش في نهار وليله، صبري شويه. وإلا باقي خاطرك على ديك 2 فرانك انا نعوضك فيها، راه ساهله تجيبيها صاحبتي. يا لطيفه كيفاش ساهله نجيبها؟ واش 500 درهم ساهلتيها؟ منين انا نجيبها؟ قلت لها الغاليه جيبي لي خلاص، وكل ما تجيبيه لي غادي نعطيك 500 درهم، اش بان لك؟ لطيفه سكتات وبقات تفكر. 500 درهم 4 المرات في الشهر، هاني جبت 2000 درهم. انا منطي ما تكفي والو، نسات العريس نسات الدكتور، ولا دابا كالكولاتريس تفكر شحال غادي تدخل. ارجع عقلها كله والتركيز كله كيفاش تسرق الخلاص وتجيبه في الوقت بلا ما يعباو بها بلا ما ينتبه لها شي حد. صافي 2 الفعات تفاهموا بيناتهم اش غادي يديروا.
اللطيفة بقات خدامة مع الغالية شي 8 سنين، والغالية كتر عليها الكليان وكتر عليها الطلب، خاصة الناس اللي كيعرفوا هاد الشي ديال الشعوذة ويعرفوا انهم كيخدموا بهاد المشيمة تاع لي بيبي، ودقتهم دقة بطلة كما كيقولوا هما، الله اعلم، انا ما كنثقش في هاد الشي. رجعت تعطي لهادي، رجعت تعطي اللطيفة، تعطيها 1000 درهم على الخلاص. بقاو غاديين مستمرين بداك الشي حتى جاو لواحد النهار اللي كيفاش نقولوا شحال قدك تحضي فيه، حظي والله. لطيفة كانت دايما تحاول تحضي راسها، فداك النهار شافتها واحد الستاجيره كتجمع داك الخلاص وكديرو في واحد الميكا وكديرو في صاكها، وهي هذيك الستاجيره كانت فاهمه لا شيء يقضي هذاك الشيء. صافي فهمات القالب دغيا قالت انا نمشي نقولها للمدير. لطيفه كانت حاضيه وعرفت بلي البنت شافتها، اش غادي دير ما دير، سبقات عند المدير، حصلتها في الستاجيره، قالت له راني لقيتها هي كتسرق الخلاص، وقيله غادي تستعملو في الشعوذه. ما جات الستاجيره توصل الخبر للمدير، حتى كانت الاخرى قالت له فاش غادي يتيق اللي معاهم اونسيان وعندها الخبره وخدامه مع مدي مده. طرد الستاجيره. واش لطيفه هنا غادي تحشام ولا تخاف من الله ولا تخاف تعاود تشد؟ ابدا. ولفات الفلوس ساهلين، واصعب حاجه عند الانسان انه يولف الفلوس ساهلين اللي ما يشقى فيهم ما يتعب فيهم. خدمت مسكده ونسات الموضوع واحد المده، ولات حليمه لعادتها القديمه، ولا تعاود تسرق الخلاص وتديه للغاليه. حتى عاود واحد النهار يشوفها واحد الطبيب مختص في الولاده القيصريه، شافها هزاتو قالها اش داك الشيء اش غادي ديري به؟ قالت له ودي غير سميتو، غير وجهي راه خرج فيه الكلف، وشي نساء من العائله راه منصحوني نمسح به وجهي باش يمشي لي. وسبحان الله هو تاقى ودازت بسلام. قال الامر ديالهم هكذاك، كل مره ماشيمه، كل مره خلاص يديوه، حتى شهر 3 من 2011، وبعد اخر عمليه قيصريه داروها هزات داك الخلاص، خشاتو في واحد الميكا كحله، لوات عليه شي فطاط معمرين بالدم وخرجت تتسلت. الطبيبه شافتها اللي كانت كتولد في المراه، شافتها الطبيبه استنات هكذا شي دقائق، كمل داكشي اللي كان في يدها وخرجت من البلوك، مشات عند السيكوريتي قالت له فلانه الفلانيه غادي تحضيها وانا غادي نحضيها، الا شتها خارجه شدها ما تخليهاش تخرج، عينك عليها وياك، ها شنو شتها دير شنو شتها دير، ودابا شدها عندك تمشي تزاق لنا، ضروري نحضو مزيان. هما بقاو حاضينها حتى جات جايه، هي خصها توصل الخلاص قبل 3 السوايع وقدامها الطريق، خصها تزرب، جايه هكذا وهي شافتهم. شوف اللي شافتهم ما لقات لا ترجع على طريقها ولا تكمل، ما عارفه شي اصلا شاكين فيها ولا ما شاكينش فيها، بصح حسات. الطبيبه قالت لها حلي داك الصاك نشوف شنو فيه. حليه. هي قالت لها لطيفه اش من حق تفتشيني؟ وهي تعيط لها على السيكوريتي غير جا نتر لها الصاك، واخا هي شاده فيه شدو نترو، حلو لقات ما الميكا، قالوا لها حلي نشوفو، لحتو لهم جات تهرب، اللي جات تهرب كانوا سيكوريتي اخرين كيستناوها، شدوها نطروينا في داك السبيطار، كلشي تقلب، شي عيط على البوليس، شي بقى حاضي معاها. صافي المراه تشدات، كي تشدات وجاو البوليس لقاوها جالسه في الارض وحاطه يديها على راسها، خداوها لعندهم باش يشوفوا هاد الشيء شنو فيه وشنو ما فيه. بداو معاها البحث، هادشي شنو كديري به، هادشي فين غاديه به؟ قالت لهم ودي حكا ماشي انا اللي درتو في الصاك، ودي راه متفقوا عليا، او دي الطبيبه كتغير مني. هما بداك الذكاء ديالهم والخبره ديالهم في التعامل مع الناس قالوا لي بلا ما تطولي على راسك وتطولي علينا، اجينا من التالي باش تخفي على راسك وباش المحكمه ما ديرش عليك ظروف التشديد، تي دابا حصلتي من حصلتي. فعلا هي عرفت راسها، صافي تشدات المندف شدها، علاش غادي تمشي فيها غير هي، خاصها ديكلاري على الشركه ديالها، على اللي وصفت لها في النهار الاول. اعترفت لهم على الغاليه وعلى داكشي اللي كانوا يديروه، قالوا لها غادي تتصلي بها ما غاديش تخبريها باش نشدوها حتى هي بالجرم المشهود، واش تدفع كنتي النار وهي تدي الفلوس وتعيش مرتاحه. فكرت هكذا شويه وقالت لهم واخا اللي طلبتوها انا واجده ليها.
عطاوها التليفون، صونت على شريكتها، قالت لها الغاليه اختي تسمحي لي راه مطراولي شي ظروف، راني غادي نتعطل شويه، راه كدا راه كدا، راني خايفه غير يكون فاتو الوقت. قالت لها لا معليش راه عاد تقدري تجيبيه، راني نستناك في الدار. قالت لها انا جايه عندك طريق. مشات ليها لاباس بخير، حطت ليها فوق الطابله ها الامانه ديالك. فين هي الامانه ديالي؟ راهم كانوا واصلين ل1000 درهم للخلاص، وراه كانت بيناتهم تجاره ماشي صحبه، فلوس تسليم في الساعه والحين. ايوا هذيك عاد تفتف باش تحسب الفلوس، وهما البوليس تدخلوا عليهم، طق 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 دخلوا عليهم، شدوهم هكا داوهم لعندهم. عندهم الادله انهم كيتاجروا في داك الشيء، عندهم اعترافات لطيفه، بقات لهم اعترافات الغاليه اللي بطبيعه الحال حتى هي لحقات واعترفات. زادوا عليهم الشهاده تاع الطبيبه، زادوا عليهم الشهاده تاع السيكوريتي، صافي الملف اكتمل. صيفطوهم للقضاء لان ما اعترفوا بالمنسوب ليهم. تحكموا بجوج. هذيك المشعوذه اللي سميتها الغاليه خدات 5 سنين حبس، وخدات غرامه ديال 13 مليون سنتيم، خاصه انهم لقاو عندها الذهوبات تبارك الله، فليسات صحاحين كانوا عندها ديك الخدمه ديال الشعوذه. اعوذ بالله، فلوس الحرام يديهم الحرام، حكموا عليها تخلص 13 مليون. والممرضه ديالنا اللي المفروض ديالها تكون امينه على صحتنا وتتقى الله فينا، تحكمت حتى هي ب5 سنين، وتحكمت ب10 المليون غرامه. وبهذا الحكم غادي تكون القضيه ديالنا كملات، والجريمه ديالنا كملات وكتملات. ولكن قصصنا باقيين مستمرين في القناه. ما تنساونيش بالابوني، وما تنساونيش باللايك، حيت راكم تفرجوا كتدوزوا، ومره اخرى واخا ترجعوا للقناه تقولوا بلاش، ولكن انايا راه ضروري ما نشوف البصمه ديالكم الزوينه اللي كتشبه ليكم في القناه ديالي. والعباره هنا من القصص ديالنا راه باش نتفاداو بزاف ديال المشاكل نقدروا نوقعوا فيهم بحسن نيه ولا بسوء نيه. بعدوا على الحرام، بعدوا على الشعوذه، بعدوا على البليه، باش تكملوا حياه سليمه ليكم ولوليداتكم. ما توسطوش راسكم بمواقف يغلبكم طمعكم فيها، تضربوا حساب الربح السريع، تلقاو راسكم واتغين وغارقين في واحد المستنقع، يا اما حبس يا اما موت او لا شوهه لعائلاتكم. اللهم سلامه ولا ندامه. ما كنسخاش نكمل معكم الحلقه، ولكن ضروري نقول لكم في امان الله وحفظه.